ومثوليه أمامها بتاريخ 8 مارس لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه عدة جنايات. وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في بلاغ أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت أمامه اليوم السيد توفيق بوعشرين الذي كان موضوعا رهن الحراسة النظرية. وبعد إجراء استنطاق السيد بوعشرين بحضور دفاعه حول الأفعال المنسوبة إليه والمضمنة بمحضر الشرطة القضائية يضيف البلاغ، تقرر إصدار أمر بإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال لمحاكمته من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير وارتكابه ضد شخصين مجتمعين وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 448 في المواد 1 2 3 و485 و486 و114 من مجموعة القانون الجنائي، وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498 499 503 في مادته الأولى من نفس القانون. وأبرز البلاغ أن هذه الأفعال يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي، مشددا على أن المتهم سيمثل أمام غرفة الجنايات بتاريخ 8 مارس المقبل لمحاكمته طبقا للقانون.